اهلا بيكم، عاملين ايه؟ ركز معايا كده في الجمل اللي انا هقولها دلوقتي دي. لما اقول ماريو اي ايطاليانو، ماريو اي ايطاليانو، ماريا اي ايطاليانا، ماريا اي ايطاليانا، ماريو e Maria sono italiani, Mario e Maria sono italiani, Maria e Sara sono italiane, Maria e Sara sono italiane. لو ركزت هتلاقيني ان انا استخدمت صفة واحدة بس، هي كلمة ايطاليانو، واتغيرت على حسب اللي انا بوصفه، الموصوف. يعني في المثال الاول انا قلت ماريو اي ايطاليانو، فانا خليت الصفة ايطاليانو بالاو عشان انا بتكلم عن راجل او ولد او اسم مذكر. فمعنى كده لو انا عايز اوصف شخص او ولد او اسم مذكر بستخدم الصفة نهايتها برافو او، زي ما انا قلت لك كده برافو ايطاليانو. لو بنت او اسم مؤنث مفرد انا بستخدم الصفة نهايتها زي كلمة ايطاليانا، برافا. شفت انا قلت لك ايه؟ عشان انتي برافا. فلو الاسم مفرد مؤنث بقول نهاية الصفة لازم تبقى زي الصفة ايطاليانا. طيب لما بتكلم عن ناس كتير او جمع مذكر، سواء كلهم مذكر او في كمان مذكر ومؤنث يعني ولاد وبنات، المهم يكون في ولاد، يعني في ولد، حتى لو ولد واحد لازم الصفة تبقى جمع مذكر. والجمع المذكر في الإيطالي نهايته أقول إيطالياني، زي ما قلت ماريو e ماريا sono إيطالياني. طيب لو أنا بتكلم عن جمع مؤنث بس، ولاحظ إن كل الجمع لازم يبقى مؤنث، يعني مفيش اسم مذكر فيهم، هقول كل البنات مثلا، او البنات بيكونوا ايطاليات، فبقول زي ما انا قلت ماريا اي سارة سونو ايطالياني، فالصفة لازم تبقى اخرها يبقى معنى كده ان انا عندي الصفة في الايطالي سهلة جدا، اي صفة اقدر اشكلها براحتي. يعني لو انا بتكلم عن ولد بستخدم الصفة بالاو، لو انا بتكلم عن بنت بستخدم الصفة لو انا بتكلم عن جمع مذكر استخدم الصفة نهايتها لو انا بتكلم عن جمع مؤنث يبقى الصفة لازم تكون نهايتها فانا بتكلم في 4 حروف من الحروف المتحركة، او للمفرد المذكر وجمعها للمفرد المؤنث وجمعها بالظبط زي ايطاليانو جمعها بقت ايطالياني، ايطاليانا جمعها بقت ايطالياني. وقيس بقى على كده كل الصفات اللي بتنتهي بأو تقدر تشكلها براحتك، تبقى بالأو في حالة المفرد المذكر، تبقى بالإي في حالة الجمع المذكر، تبقى بالآ في حالة المفرد المؤنث، وجمعها بالإي في حالة الجمع المؤنث. طيب لو أنا قلت لك مثلا اعمل لي صفة زي كلمة برافو، سهلة، هقول كده برافو جمعها برافي، المفرد المؤنث برافا، الجمع المؤنث برافي. طيب صفة تاني زي مثلا ألتو، طويل، لو أنا عايز أقول الولد ده طويل فهقول questo ragazzo è alto. طب لو أنا عايز أقول البنت دي طويلة questa ragazza è alta. لو أنا عايز أقول الولد والبنت دول طوال أقول questi ragazzi sono alti. لو أنا عايز أقول البنتين دول أو البنات دي طوال فبقول queste ragazze sono alte، فبقت الصفة alto alti alta alte. وقيس بقى كل الصفات اللي بتنتهي بالأو بالشكل ده. بس كده، اشوفكم في فيديو جديد من ايطاليانيستا، وان شاء الله في الفيديو الجديد هنتكلم عن نوع تاني من الصفات، وهي الصفات الشاذة. اللي احنا شرحناها دلوقتي هي الصفات العادية اللي هي بتتقال عليها aggettivi regolari او صفات عادية. الفيديو الجاي انتظروني، هتكلم بشكل مبسط جدا عن aggettivi irregolari او الصفات الشاذة. اشوفكم في فيديو جديد، تشاو.